السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنتكلموا على الزجزاج اللي هو حديد الزجزاج. ده بديل الشريط وبديل السوست والأستيك والكلام دوت. زي ما انتم شايفين كده، ده اللفة بتاعت الحديد الزجزاج، ماشي. وبيجي معاه كليبسات زي كده، والمفروض بيبقى فيه واير، 2 واير بيجوا مع الحديد، او بيبقى هو بالامطار، وبيبقى برضو ليه كليبسات بيمسك الحديد كله في بعض. بيبقى الواير دوت بيتعمل على خطين، وبيتمسك بكليبسات اصغر من ديت على الحديد، بحيث الحديد لما يجي ينزل مع بعضيه، وما يروحش كده ولا كده، ولا يروح يمين ولا يروح شمال، وفي نفس الوقت تبقى قطعة واحدة. في ناس بعد ما بتعمل دوت بيجوا حاطين استك يدككوه في قلب الحديد. طبعا دوت مش عملي اصلا، لان اصلا الاستك لما بيتشد بيبقى عايم على الوش، لانه هو مش هينفع يشده، ولو شده مع الوقت يا اما الاستك يتقطع يا اما بيرخي بسبب الحديد، فهو معلهوش اي عوامل. اهم حاجة في الكلام ده كله اللي الحديد يتمسك في بعضه. يعني ممكن يتمسك بحاجة زي كده، طالما مفيش الواير دوت اللي انا بقول عليه، اللي هو بيجي بكليبسات بيتربط كده. طبعا لسه طبعا في حاجات تانية هتركب هنا اهو، هنا وهنا، لان القيمة هتبقى تقريب 13 سنتي. في ناس بيعملوا يعني دوت قبل ما نتكلموا على اي حاجة. الركنة دي قطعة من بقية ركنة، دي مش جديدة، ديت كانت معمولة قبل كده طبعا. والعميلة بتقول لي اللي دوت شغل مستورد، فطبعا اللي باين مش مستورد خالص. دوت الشغل اللي هو المعارض، اللي هو أبلكاش وسقاسات خشب سويد والكلام دوت. فدوت بيبقى مش قد كده في الشغل، مش عامل يعني، مش ده المستورد. فهي دي الكلمة الدارجة في أي معرض، يقول ده مستورد، ومفيش حاجة مستوردة ولا حاجة. والمستورد عشان يبقى عندكم خلفية، المستورد بيبقى أغلبيته شغل كونتر. شغل الكونتر دوت بيتعمل ليه؟ اشمعنى كونتر؟ عشان خاطر دوت بيبقى لو واحد ما بيفهمش في النجارة ولا يعرف أي حاجة، لو رسم رسمة على الكونتر، لأنه هو بيبقى لوح مصمت كله، وبيرسم عليه الشكل اللي هو عايزه، الجناب بتاعة الركنة، مقاسات بتاع، فبتتقطع. فكلها بتبقى شغل لطش، وبيتحط حاجات زي كده خشب سقاسات، وبتمسكه في بعضه، خلاص بقت ركنة او انتريه. فدوت بيبقى سهل وسريع في الشغل في المصانع، ده بيبقى اسهل حاجة. اما انا طبعا الانضف حاجه اللي هو نقر ولسان والكلام دوت، والشغل العموله بيبقى حاجات متكلبشه ومتكلفه وبتعيش عند العميل اكتر. اما انا الشغل اللي هو بتاع المصانع بيعتمد على كده، اللي هو ارسم على اللوح وطلع فرم ويقفل في سقاسات الخشب، فيجمع بقت ركنه او بقت انتريه او ايا يكن في الشغل. فبيبقى سهل، وبتبقى انطلاقات، وبيخلصوا الشغل في زمن قصير. ما علينا، نرجعوا تاني في الزجزاج. الركنة متصممة على اساس اللي ده هيتحط زجزاج. يعني انا لو جبت دلوقتي استك من اللي انا بشتغل بيه وعملت الاستك ممكن يكسر الخشب ده. الحديد لا. ليه؟ لان الحديد بيعتمد على نفسه، ما بيعتمدش على الخشب، غير الاستك بيبقى مكلبش هنا ومكلبش هنا، فمع القعاد بيحرك خشب كله. مع الوقت ممكن الخشب يتكسر لانه اصلا ضعيف. اما انا دوت معمول على اساس اللي هو سوست، فالشغل كله بيبقى على السوستة ذات نفسها اللي هي الزجزاج يعني. فالطريقة بتاعة العمل بتاعه بنقيسه، يعني انا عامله على 13 او 14 سنتي ما بين كل كليبس وكليبس، 14 سنتي او 13 سنتي، عشان خاطر يبقى في اتجاهه او شغله الصح، ولا واسع قوي ولا ضيق قوي، لان لو ضيق هيخبط في بعضه. طبعا هنا في واحدة ماشي، بس انا هوري لكم عليها بيركب ازاي. طبعا احنا هنا عاملين كليبس
الكليبس ده بيتحط في القاعدة العريضة دي، تتحط كده وبيتدبس. يعني انا عندي مسدس دبابيس 5 سم، بتبقى دبابيس عافية، فممكن احنا نجيبه مسامير اللي هي سن صاج ونربطه بمسمارين هيمسكولي الكليبس ده، والناحية التانية قصادها نفس النظام الكليبس التاني. بعد كده بنجيبه اللفة بتاعتنا بتاعت حديد، زي ما انتم شايفين كده. بجيب كده كليبس واشد الحديد بتاعي لغايه اما اجيب القيمه اللي انا عايزها واعلم عليها، وبعد كده اقطعه بالصاروخ. ماشي كده هنعتبره اللي احنا ايه قطعناه، اللي هو هيبقى نفس النظام كده. جيبه كده تمام كده. كده احنا خلصنا ايه اللي عملنا الكليبس، سواء مسامير سن صاج او الدبابيس من الناحيتين، وبعد كده بنقطعه الحديد بتاعنا. اهم حاجه في الكلام ده كله ايه؟ اللي دلوقتي فيه قيمه مرفوعه، ارتفاع مرفوع. يعني لو احنا هنجيبه مثلا قبل كاشه، حطه كده، شايف الارتفاع قد ايه؟ تقريبا بتاع حوالي 6 سم ارتفاع عن سطح الركنه. طب ليه انا عامل الحته دي؟ لان ديت بعد ما انا اجي اشتغل، يعني اجي احط كده الحاجه، انا هخلص الشغل بتاعي بعد ما اشطبها واوريلكم الحاجه ديت بتتعمل ازاي. ده الارتفاع بتاعي ماشي. اما اجي انا اشطب الشغل بتاعي هاجي دوت لازم يبقى كده، عشان خاطر اما اجي حد يجي يقعد كده وينزل حاجه بسيطه مع القعاد، طبعا بيبقى اخره كده. في ناس تانية بيشد الحديد لاخره، بيبقى كده، بيبقى بسوى ايه؟ بسوى القعده كده. اللي يجي يقعد بتبقى القعده مسطحه، يعني يجي يقعد مفيش اللي هي ايه يقومه، لا يا دوبك يرفعه خلاص اخره كده. اما انا ديت لا، يجي يقعد يطلعه فوق. فالافضل ما يبقاش البتاعه عدله، لازم يبقى فيه ارتفاع. نيجي هنا بعد ما نخلص الارتفاع دوت، نعدل بقى ديت كده، هنحط هنا قيمة اللي هي بعد ما نيجي نشد بقى نحط الرباط بتاعنا حاليا. فبنيجي احنا نعمله ايه؟ تيجي حاجة زي كده ونربطه نيجي هنا نشد كده، جاي رابطين. اهم حاجة الرباط اصبح كده انا ايه ربطت القطعة ديت ببعض. اصبح ديت كده ما دي مش هتنفع تميل على التانية، ولا دي تميل على دي. وصلت المعلومة كده؟ يبقى انا ايه ربطت كده كله في بعضه كده، ولا ديت راحت كده ولا دي راحت كده. ديت شغلت المفروض اللي يكون فيه واير هنا. طبعا انا زي ما انا قلت لكم مفيش في السوق الوايرات ديت بالكليبسات بتاعتها المفروض اللي انا كنت بشتغل بيها الاول، لكن دلوقتي حاليا مش موجوده. فالبديل بتاعها اللي هو الرباط اللي هو الكردون دوت، ده البديل بتاعها. اما الاستك والكلام ده طبعا ما ينفعش زي قلته كده. احنا ايه خلصنا الرباط بتاعنا والكلام ده. الحته دي انا بحطها ليه؟ بتبقى ارتفاع يا دوبك المستوى بتاعي اللي انا عايزه هنا. بعد ما بشد بطانه قماش على الحديد، اشد بطانه قماش تكون بطانه قماش تكون محمله، بغطي بيها الحديد والكلام دوت، بحيث ان انا اموت الحديد ايه تحت على العلو ده. بيبقى كده الحديد بقى مكتوم واخد عافيته لاستعداد اللي يبقى فيه حاجه يشيلها كسفنج او حد يقعد عليه او الكلام ده. طبعا هيتحط بقى ايه سفنج
طبعا لازم يكون السفنجة بتاعت الأرضية تكون كثافة محملة وتخينة بحيث اللي هي تستحمل الكلام دوت. طبعا دوت ممكن تعمله بالمسامير السنساج، اتحط مسمارين اتربطوا وخلاص. طبعا انا عشان الوقت فانا بعمل ايه بالدباسة 5 سنتي. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، ويا ريت ما تنسوش اللايك والشير وكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.